اهلا وسهلا، تحيه طيبه لكل الاحباب. مرحبا بكم في هذا الفيديو، فيديو خفيف دايرين واقف لان مستجد عاجل بالنسبه للكره المغربيه. هنيئا لنا ولكم بتتويج المنتخب الوطني المغربي بكاس افريقيا 2025. تتويج كاس افريقيا فهو تتويج صحيح ماشي حلم. فقرار جديد ديال الكاف، قرار استئنافي، فاعطى نتيجه ديال 3-0 بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي وانصف الكره المغربيه. لان تابعنا كاملين يعني المباراه النهائيه والاحداث ديالها اللي رافقتها، شفنا التصرفات اللي كانت سبانيه ديال المنتخب السنغالي، وكذلك شفنا التصعيد ديال رئيس الاتحاد السنغالي، وكذلك ردود الفعل اللي كانت، رغم ان المغرب هو اللي تظلم في هذيك الفتره. وكان المسؤولين للكره المغربيه وكذلك الاجهزه ديال البلاد كامله اللي هي كانت ساكته واحترمت القرارات ديال الكاف، لكن كان تصعيد. فالتصعيد اللي كان الحمد لله فهو جاب نتيجه اللي هي نتيجه ديال اعتبرت السنغال منسحبه في المباراه، لان جميع الامور اللي كتطبق في المواد ديال الانسحاب فهي كانت في النهائي ديال كاس افريقيا. شفنا بان اللاعبين غادروا المستودع الملابس، شفنا اللاعبين منهم كاع اللي دار تغريده وانتقد فيها التحكيم، شفنا بان كذلك الكاف انصفت حكم المباراه نضالا وقالت بانه كان في المستوى وكانوا القرارات عاديه. شفناه لانه كاين في اللائحه اللي كاينه في المونديال، وبالتالي يعني ما كانت حتى شي حاجه اللي هي تفرض عليهم على انهم يوقفوا المباراه، رغم ان اصلا الانسحاب فهو مرفوض كما كانت الامور وكما كانت القرارات التحكيميه. ولكن كاع هذه الامور فهي خدمت الملف ديال المغرب اليوم. اللجنه ديال الاستئناف من بعد ما تبدل الرئيس اللي كان رئيس ديال اللجنه اللي المغرب كذلك طعن فيه، فالكاف نقدروا نقولوا راجعت الاوراق ديالها، لان كان تصعيد كبير من جميع الملاكين المغربيه، وكان تصعيد كذلك حتى من البلاد كامله. لان شفنا بان كاس افريقيا للسيدات ما بقاش الوقت ديالها، الشعب المغربي والجماهير المغربيه رافضه نهائيا اي تظاهره ديال الكاف، لان شافت بانه كان ظلم كبير بالنسبه للكره المغربيه. الحمد لله اليوم طبقوا عليهم الماده ديال الانسحاب حرفيا، يعني الماده 82 اللي طبقت بان المنتخب السنغالي فهو انسحب. انسحاب كيعني 3-0 كما جاء في البلاغ الرسمي ديال الكاف. 3-0 كتعني بان المنتخب الوطني المغربي بطلا للكان، فالحمد لله. واخيرا المغرب بطل كاس افريقيا. ردود فعل كثيره غادي تكون عند الشارع الرياضي ماشي غير المغربي، افريقيا والعالم كلشي غادي يتكلم على هذه الحادثه، لان قرار اللي كان فيه جرأه كبيره. وتمنينا لو ان القرار كان هذه الجرأه في القرار الابتدائي، فكان ما كانش غادي يكون هذا القيل والقال، على عكس على انه القرار يعني اللي كان منصف هو ديال اللجنه ديال الاستئناف بالنسبه للكره الافريقيه، وكان منصف بالنسبه للمغرب. لان الا مشينا بدوك العقوبات اللي كانت عقوبات بارده بهذا المعنى، فكان ممكن على ان جميع الانديه والمنتخبات الافريقيه مستقبلا على انها تهدد بالانسحاب وتنسحب وتدير ضغط على الحكم. واكثر من ذلك نزيد لكم بان الحكم اللي انتقدوه، الحكم اللي قالوا بانه كان ظالم، فهو اللجنه ديال التحكيم في لاكاف انصفته وقالت بانه قام بمباراه في المستوى الكبير. اكثر من ذلك على ان نضالا فهو كيتواجد كذلك في الحكام الافارقه اللي غادي يقودوا المونديال ديال امريكا، وبالتالي كانت الامور عاديه جدا صراحه. خبر فهو فرح المغاربه كاملين وفرح الشارع الرياضي المغربي وانصف الكره المغربيه. واش قرار نهائي؟ اعتقد بانه ماشي قرار نهائي. علاش؟ لان يمكن كاين الامكانيه ديال ان المنتخب السنغالي او الجامعه او الاتحاد السنغالي على انه يمشي معك للطاس، ولكن لما هذه اللجنه كتمشي على بناء مجموعه من القرارات وكتنصف المغرب وكتقول بان المنتخب الوطني المغربي يعني بناء على مجموعه من المواد انه المنتخب يعتبر منسحبا للسنغال. ف يعني بنات على مجموعه من الامور، بنات على مجموعه من يعني التقارير ديال المندوب ديال المباراه، ديال حكم المباراه، ديال كذلك فيديوهات اللي كانوا حاضرين. يعني ولو يمشوا للطاس فغادي تمشي في هذا الطرح ديال ان شاء الله ديال الانسحاب. علاش؟ لان كاين لاعبين اللي شفناهم مشاو للفيستير، وكاين منهم اللي غرد كاع وكتب بانه تظلمنا ورجع يكمل المباراه. يعني جميع الشروط ديال الانسحاب فهي كانت، شفنا اللاعبين غادروا كاملين الملعب. فهاد الامور هذه دائما في صالح المنتخب الوطني المغربي. نقدروا نقولوا كذلك بان الركراكي ولو انه رحل فهو بطل كان، يعني تحسب له. الركراكي بطل كاس افريقيا. ونتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المغربي في المونديال.
يعني هاد الكاس كاين اللي كيقول لك ما جاتش في الوقت ديالها وماشي بحال النتيجه ديال المباراه والقلم ماشي هو القدم. فانا نقول بان التاريخ كيسجل عدد الالقاب، وكذلك التاريخ غادي يدون بان الكان ديال المغرب فهو توج بها المنتخب الوطني المغربي. ما كنتكلموش على هذا الجيل، كنتكلموا على الاجيال المقبله. كذلك حتى معنويا بان المغرب غادي المونديال اللاعبين ديالو على انه ابطال الكان، يعني معنويات مرتفعه، على عكس انه يمشيو مدمرين. حتى ان الشارع الرياضي المغربي كذلك على انه معنويا ويتصالح مع اللاعبين ويتبع اللاعبين وساندهم على انه بطل كاس افريقيا. يعني بمجموعه من الامور كتعطي افضليه بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. هذا القرار جا في وقته، وكذلك اكثر من ذلك فهو رد الاعتبار، لان بغينا ولا كرهنا ها هو كان مشى او كان جا. يعني حسينا بان المغاربه القرار الاخير كانت ردود فعل كبيره ديال الجماهير المغربيه. علاش؟ ماشي على انهم كانوا باغيين تعاقب السنغال او انه يتعاقب المدرب ديال السنغال او ان المغرب ما يتعاقبش، او ولكن على الاقل فهما شافوا باللي تظلموا. يعني واحد كيردك الكرامه، او نقدروا نذكروا القوله الشهيره هو ديال الحسن ثاني لما قال لواحد الصحفي يعني في المحكمه ولو درهم والرمزي، يعني كان فقط بغى يرد الاعتبار راسو. هذا هو المفهوم هذا الشيء كامل. المغرب رد الاعتبار راسو وبان بان فوزي القجع عنده كلمه كذلك على انه المسخره اللي تعرض لها ماشي غير من الجزائريين، او ماشي غير من المصريين، وماشي غير من التوانسه، او ماشي غير من الافارقه، وانما من ابناء الجلده ديالو. لان كلشي بقى يتكلم بالكلمه تريتور تريتور تريتور. فهنيئا التريتور وهنيئا لرجاله هذا البلد بهذا القرار اللي هو كما قلت منصف 100% للمغرب. كذلك ان القرار ما جاش فيه غير هذا القرار ديال لاكاف، فهو في قرارات ماشي القرار ديال الكان، في قرارات اخرى اللي كتعلق بالتوقيف اللي كان ديال السيباري. فالحمد لله كانوا جوج ديال المباريات وكانوا جوج يعني موقوفات التنفيذ، فهو رجعت وحده اللي هي رسميه والثانيه موقوفات التنفيذ، وهذا معطى ايجابي. كذلك شفنا بان الغرامه كذلك فهي تخفضت الغرامه بالنسبه للمغرب، وحاجه كذلك اللي هي ايجابيه. اليوم غادي ننتظروا ونشوفوا ردود الفعل الكبيره ديال الشارع الرياضي المغربي والشارع العالمي. يعني الجماهير اللي كتعشق كره القدم في العالم كامل. شفنا بان غير في هذه اللحظه الصحافه العالميه كتكلم، ماركا خرجت، الصحافه الفرنسيه خرجت، الصحافه الافريقيه. اما الصحافه المغربيه فهو عادي، وطبعا عادي جدا على انها تخرج حتى هي وتتكلم على هذا الحدث. فهنيئا مره اخرى لنا ولكم بهذا القرار. هو قرار صراحه جاء في الوقت ديالو. نقدروا نقولوا بان الكاف خرجت الفطره لينا، يعني الفتره اللي نصفتنا كاملين كمغاربه. فالحمد لله. ونقدروا نقولوا بان فوزي القجع كمل الدوره دابا، فهو بطل الكان بالنسبه للكبار، رابع مونديال، ثالث بالنسبه للاولمبيات، وبطل الكان بالنسبه للاولمبيات، بطل العالم بالنسبه للشباب، بطل كاس افريقيا بالنسبه للفتيان، بطل الفوتسال في الكان وكذلك البطوله العربيه. كذلك مجموعه بطل شان في اكثر من مناسبه. نقدروا نقولوا بان هذيك الحلقه ديال المنتخبات والفئات العمريه ديالها فهو ختمها ودورها. فهنيئا له وهنيئا لنا وهنيئا لكل المغاربه. شكرا لكم.